السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. كل سنة وانتم طيبين. طبعا اللي انا بعمله ده يا ام يوسف ده هعمل كاستر يا حبايب قلبي، يا اما زي ما بيقولوا عليه بلوزة. حاجة حلوة. طبعا معايا هنا 1.5 كيلو من اللبن، وعليه مجين كبار مية. خففت شوية علشان ما يبقاش تقيل. ومعايا هنا 1.5 كاستر. وحطيت عليهم، هحط على الكاستر ده طبعا علشان زي ما انتوا شفتوا له ملهوش لون خالص، فمش حابينه ابيض كده، فجبت له لون اللي هو لون غذائي يعني صحي. وهضيف كمان اللهم صل على سيدنا محمد، هضيف له نشا 4 معالق من النشا، وهقلبهم تقليبه كويسه كده. وحطيت لهم طبعا السكر ده على حسب الرغبه واختياري، بتحبيه مسكر اوي بتحبيه مظبوط. لو هتجربي في كمية قليلة برضو يعني السكر ده هيرجع لك. طبعا هفضل اقلب فيه يعني كويس على النار كده مع التقليب المستمر لغاية ما قوامه يعني نوصل للقوام اللي احنا عايزينه. حبايب قلبي ما تنسانيش باللايك والاشتراك وتفعيل الجرس للكل علشان يوصل لكم كل جديد، وبتمنى ان انتوا تدعموني. وطبعا تعرفين ان اللايكات هي اللي بترفع من الفيديو. وهنا ضفت ظرف من الفانيليا. خلاص بقى قوامه كده كان بقى مظبوط معايا وتقل كده اهو. هبدأ هنا اصبه في العلب او الاطباق او اي حاجة بتفضل تضيفيها. انا طبعا كنت بعمل الكاستر ده علشان كنت عاملاه في عزومة، وهو نزل في الفيديو بتاع العزومة، بس حبيت ان انا انزله لوحده في فيديو يعني. طبعا تعرفين الاطباق اللي هي البيضة دي بتتعمل في العزايم وفي الافراح عشان ما شاء الله العدد بيبقى كبير. لكن الألمونيا دي الاطباق اللي هي الكبيرة شوي عادي، دي مخلينها لينا يعني. كل سنة وانتم طيبين. بقى رمضان بيلم الحبايب، واحلى لمة والله بتاعت رمضان دي. ورمضان ده ايام مش بتتعوض، ياريت كلنا ما نضيعوش من ايدينا. المهم بقى كده يا حبايبي، هنا خلاص عبيت الاطباق كلها الكمية اللي معايا. الكمية دي حوالي 42 طبق. ما شاء الله. طبعا انتوا عارفين ان الجو مش محتاج تلاجة خالص، وهيتماسك من غير اي حاجة. فهدخله في الأوضة كده على ترابيزة او على طبلية، هو المتوفر عندي طبلية، هرصه عليها. وهجيب كيسة كده او كيس كبير وهفرده، وحاجة تكون نظيفة طبعا علشان الوش ده ما يجفش ويشقق معايا، علشان احتفظ بشكله. فلازم انا احط عليه الكيس ده كده. شايفين هنا كان لسه سخن بقى، لسه مدخلاه بس الوش جف معايا. شايفين من كتر السخونة الاكياس الكيس عرقان كده زي ما انتوا شايفين. حبايب قلبي ما تنسانيش باللايك. مع السلامة.